السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو مختلف معايا شويه. هنعمل مع بعض الفطير. هنعمل الفطير الفلاحي كده الجميل. جربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. والطريقه بتاعته انا هعملها سهله جدا في ان انا في فرد العجين، يعني هتشوفوا معايا. انا مش بعمل طبقات بقى وكور كتير والكلام ده. هتشوفوا معايا طريقه حلوه جدا. معايا هنا طبعا كيلو من الدقيق. تمام، انا جايباه من عند العطار. دي الاهرام حلو للفطير جدا. ريحانة، دي ريحانة حلوة برضو قوي. تمام، هم دول اللي انا جربتهم بصراحة. فانا معرفش حاجة تاني يعني. لان الفطير بيبقى دايما ليه دقيق معين، يعني في الفرد وكده عشان يديكي عرق كده، ففي دقيق معين للفطير بالزيت. تمام، يعني الاهرام حلو وريحانة حلو. معرفش بقى في حاجة تانية كويسة ولا لا، انا ما جربتش بصراحة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده طبعا. حطيته في العجان بالشكل ده. عندك صبر بقى ان انت تعجني على ايدك، مفيش اي مشكلة. هنزل معايا معلقة كده من السكر. تمام، جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. وطريقة ناجحة ناجحة يعني، بصراحة انا على طول بعملها بنفس الطريقة، هتعجبك خالص ومش هتفرق معاكي عن اللي هو اللي انت بقى بتعملي كور وبتعملي دي فوق بعض، الطبقات فوق بعض والكلام ده. معايا بقى رشة الملح وبس كده. هنقلب. وهنحط طبعا المية بتاعتنا على حسب ما العجين بتاعي هياخد. تمام، مش ما تحطيش المية كلها مرة واحدة. كلنا طبعا عارفين يعني. هفضل بقى اعجن كده فيه لحد لما يبقى عجينة ناعمة معايا جدا، مش مقطعة، طرية وفيها شدة كده. هتشوفوا معايا كل حاجة. معايا المية اهي بتاعتي. ما تكونش طبعا مية مغلية، يعني مية فترة كده، ولا ساقعة ولا مغلية، مية فترة. وهنعجن بقى. نحط شوية وشوية شوية شوية لحد لما تبقى عجينة. هتشوفوا معايا شكلها يبقى عامل ازاي. لو انتي لسه جديدة عندي على القناة، انزلي اشتركي بقى وفعلي الجرس علشان يوصلك اي جديد انا بنزله. طبعا استنى تعليقكم، استنى اللايك بتاعكم الجميل عشان يرفع لي الفيديو بس. بصوا انا هنا زي ما انتم شايفين كده، انا بنزل المية بس بنزل حبة حبة. تمام، اهو بالشكل ده كده. بصوا انا حبيت ان انا اسيب الفيديو معاكم شغال علشان تشوفوا العجينة عاملة ازاي، يعني عشان برضو تبقى انتوا واخدين بالكم، لان في ناس كتيرة بتخاف من العجن. في ناس كتيرة ما بتحبش الدقيق خالص، وان هي تعمل معجنات في البيت والكلام ده. تمام، هنا طبعا العجينة عجنت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ملمسها فظيع. بصوا الملمس، لا بتلزق بقى في الايد ولا الكلام ده، طرية جدا. بصوا، ما شاء الله، فظيعة فظيعة فظيعة. مش هعمل فيها اي حاجة غير اني هغطيها واسيبها ترتاح. هنا بقول لكم بصوا المطة اهو. هو عشان كده الدقيق بالذات بتاع الفطير بيبقى ليه دقيق معين. تمام كده. هغطيها بس واسيبها بقى ايه، ترتاح لها شوية كده. وابتدي ان انا اشتغل فيها. طبعا ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة عشان تخمر والكلام ده. بس انا هسيبها ترتاح عشان اعرف اشتغل فيها ما تقطعش معايا، وتبقى ان هي سلسة كده في الفرد. تمام، هغطيها بقى كده واركنها مع نفسها كده شوية، على ما اشوف اي حاجة ورايا الم اللي ورايا كده يعني. وبعد كده نرجع نشوف بقى هنعمل فيها ايه. انا بقول لكم متنسوش تحطوا لي لايك طبعا. جينا بقى على الرخامة بتاعتنا وجبنا الدقيق بتاعي العجينة وجبت الزبدة بتاعتي. تمام، وهبتدي ان انا احط رشة رخامة ايه رشة دقيق حلوة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا انزل العجينة بتاعتي. ده طبعا كيلو، احنا عاملين كيلو. عايزة تجربي ان انتي تعملي نص، اعملي نص. النص هيعملك صينية حلوة يعني، فطيرة حلوة لو مش بتحبيها تخينة قوي يعني.
هفرد بقى العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. عايزه اقول لكم بتفرد معايا بسرعه جدا طبعا لان سبتها ارتاحت، والدقيق طبعا زي ما قلت لكم، وعجنتها كويس جدا، فان الفطير بيبقى عايز عجن كتير. بصوا بقى، حطيت الكميه كلها، العجينه كلها تمام، وابتديت ان انا زي ما انتوا شايفين كده فردت بس زي السينابون بالظبط، وحطيت الزبده بتاعتي بالشكل ده تمام كده اهو. وهفرد الزبده كده كأنك بتعملي سينابون بالظبط. تمام، سهله جدا 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 الطريقه دي. وهروح عامله ايه، هلفها رول اهو بالزبده كده. حركه الرول دي بقى هي اللي بتعمل الايه، الطبقات، عشان احنا حاطين زبده كمان فبتعمل طبقه عازله كده ما بين كل طبقه وطبقه، هتشوفوا معايا برضو. تمام اهو بالشكل ده. الرول ده بقى هيعمل معايا فطيرتين كده حلوين، فطيرتين كبار كده. انا مش بحب الفطير يبقى رفيع قوي يعني، فبحبه يبقى يعني حجمه حلو. جبت الصينيه بتاعتي وهبتدي ان انا ايه، دهنتها شويه زيت، وهبتدي ان انا احط النص الفطيره كده اللي انا قطعتها بالشكل ده، وهعمل طبقه عليها كده من الزيت عشان ما تنشفش اهو بالشكل ده كده. وهغطيها واحطها في التلاجة ترتاح لها ساعه، نص ساعه. تمام، واحنا كمان في الساقعه فهتمسك معاكم بسرعه. جينا على الرخامه بقى نحط شويه من الزيت بالشكل ده كده تمام. وهبتدي ان انا افرد الطبقات بقى بعد ما ارتاحت، بعد ما قعدتها في التلاجة شوية هبتدي ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده تمام. بكل سهولة بايديكي بتتفرد لانها طبعا ارتاحت، والزبدة بقى جوه جمدت فيها طبعا في الجو ساقعة، فمسكت جواها فما ضايقتنيش بقى في الفرد خالص خالص يعني. فاحنا في الشتاء فهتمسك معاكي بسرعه. في الصيف ممكن تطولي شويه ليكون الزبده بس تجمد جواها عشان تعرفي تشديها. بصوا انا بشدها بتشد معايا، عشان طبعا زي ما قلت لكم الدقيق عليه عامل حلو جدا جدا، انك انت لازم تجيبي دقيق الفطير زي ما انتوا شايفين كده. فردت ورحت عامله طبقت من هنا ومن هنا، وما بين كل طبقه وطبقه بتحطي الزبده بتاعتك. وبعد كده هروح لفها بقى كده زي الكوره كده، واروح ماسكاها زي البقجه كده اهي. بصوا اهي، خدتوا بالكم من الحته دي؟ كده كده هعمل معاكم النص التاني هتشوفوها. جبت الصينيه بقى وهبتدي ان انا احطها اسيبها ترتاح، وعلى ما اعمل التانية معايا. التانية برضو حطيت الزيت وجبت العجينه بالشكل ده كده وهفرد. بصوا سهله جدا جدا في الفرد اهي. وانا بفرد كده اشد العجين كده وادخل الهواء، ادخل الهواء جوه العجين. بصوا يعني تفردي وتشدي كده، وكل ما تسيبيها في التلاجة ترتاح طبعا كل ما هتبقى احلى واحلى معاكي يعني. ولو رخامتك اعرض من رخامتي هتعرفي تتحكمي كمان اكتر. بس انا طبعا ما سبتهاش كتير ترتاحي، كنت مستعجله عليها. حطيت بقى الزبده بتاعتي وطبقت زي ما انتوا شايفين كده من هنا ومن هنا كده اهو، زي المربع كده بالظبط اهو كده. كل طبقه وطبقه بتحطي الزبده، بعد كده تلفي كله على بعضه وتعمليها زي الكوره كده. تجيبي الصينيه شويه زيت واقلب فيها وتسيبيها ترتاح وتفردي. هفرد بقى الاولى اللي انا عملتها سيبتها ترتاح اهي. هبتدي ان انا افردها بقى كده بالشكل ده بعد برضو ما تسيبيها ترتاح في التلاجة تمام، عشان الزبدة اللي جوه. معايا بقى حتة زبدة هنا اهي، احط كده حتة على ايدي كده وابتدي ان انا اوزع كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وافرد بقى. تحفة تحفة جدا جدا بجد، جربوها تعجبكم جدا. وممكن الكيلو ده يعمل لكم 3 فطاير، يمكن يعمل مثلا واحدة كبيرة واتنين وسط مثلا كده، فاهمين؟ او ممكن يعمل لكم 3 يعني يعمل 3 على حجم اللي هو الوسط، لكن 3 كبير دي هتبقى يعني رفيعة شوية. هنا بقول لكم بصوا الهوا اللي هو الكور اللي بتطلع دي بتبقى جميلة قوي قوي، بحبها بصراحة. بصوا تحفة تحفة، وسمكه حلو جدا بالنسبة لي انا. سمكه حلو يعني بالنسبة لي انا، الكيلو يعمل صينيتين حلوة قوي، صينيتين كبار كده حلوين. بصوا بقول لكم هنا، بصوا الفقاقيع ديت جميله جدا. عايزه بقى تحطي على الوش قشطه، عندك قشطه كده ممكن تدهني قشطه كده على الوش هتبقى جميله قوي. ما عندكيش وعايزه تفردي كده على طول مفيش اي مشكله، كده كده انت حاطه زبده وهو واخد زبده كميه حلوه قوي، فمش هتضايقك في حاجه يعني حطي زبده كده. كل ما تحطي الزبده هي طبعا ما تبقاش تقيله قوي ولا تبقى خفيفه قوي، يعني فيها زبده كده بتبقى طعمها حلو طبعا. يعني الفطير عايز زبده، فما تستخسريش وتقللي منها وما تكتريش عشان ما تبقاش برضو تقيلة قوي يعني.
تمام اهو بالشكل ده كده. فردنا بقى، وطبعا مسخنه الفرن، لازم يكون الفرن بتاعك يكون درجه حراره عاليه جدا علشان ما ينشفش معاكي جوه. اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا ايه اجهزها، ان انا ادخلها الفرن معايا. تمام. هنا بقول لكم بقى، يعني عايزه تدهني الوش قشطه ادهني، عايزه تحطي الزبده بس كده زي الفل جميل. وبصوا زي ما انتم شايفين انا اتفرد على طول، ما ضايقنيش في اي حاجه. دخلته بقى الفرن، وهنا بعد ما طلع من الفرن عايزه اقول لكم فظيع جدا. بصوا بيقرمش وفي نفس الوقت طري من جوه. اني طبعا بعد ما استوى وخد الدرجه اللي انتوا شايفينها الجميله دي، بس طبعا الكاميرا ظلماها والله. حطيت له اديته بخه ميه كده وهو في الفرن. يعني هو بصوا هنا بوريكم السوا بتاعه من تحت وطري. وهو في الفرن اديته بخه ميه كده بعد ما خد اللون اللي انا عايزاه. تمام. ولو حابه بقى ان هو يبقى طري، في ناس بيحبوا الفطير والوش بتاعه يبقى طري، اللي فيه بعد ما يهدى بس شويه اللي فيه في استريتش راب هيبقى طري معاكي خالص. وادي دي الصينيه التانية ما شاء الله تحفه فظيعه بجد. وعايزه اقول لكم ريحته كانت رهيبه. سمنه بلدي بقى، فعامله شغل عالي. بصوا السوا من تحت فظيعه اهو، جميله جدا جدا. جربوها. احسن من انك انتي تقعدي تعملي فطير كور بقى صغيره وتقعدي تفردي فوق بعضه وتطبقي. دي اسهل من اي حاجه. بصوا اللي بيقع ده انا بعشقه بصراحه. اهي جربوها هتعجبكم جدا جدا بجد يعني. وهقطع معاكم برضو هوريكم من جوه عامله ازاي. بس عايزه اقول لكم سخنه جدا ما صبرتش عليها، وانا ما حبيتش ان انا اغطيها، يعني سبتها كده تبقى وشها مقرمش. هي كده كده من جوه طريه، فما تبقاش كلها طريه كده في بعضها، لا انا بحب الوش بتاعها يبقى مقرمش كده شويه. تمام. هتشوفوا معايا برضو كل حاجه كده من جوه. بصوا بقول لكم طريه جدا وسمكها حلو بصراحه، يعني انا مش حباها تبقى ارفع من كده. وطبعا ده اختياري يعني بتاعك انت بقى، عايزاها رفيعه عايزاها تخينه انت اللي هتتحكمي فيها اكتر. هجيب معايا بقى كده مقص واقطع بيه. انا مش بعرف اقطع بسكينه كده في الفطير هتضايقني، فقلت المقص هيبقى ايه اسهل، وكمان هي سخنه فهعرف اتحكم اكتر يعني. اهو بالشكل ده كده. جميله جدا بجد، وعامله طبقات من جوه هتشوفوها. انا طبعا لازم اشد اللي جوه ده واكله. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. مش عارفه امسكها في ايدي والله عشان سخنه، مش عارفه امسكها في ايدي. هنا بوريكم سواها من تحت. طبعا الاضاءه بس يعني مش حلوه شويه، بس لونها غير كده خالص والله. بصوا الطبقات عامله ازاي تحفه. وطبعا كل ما تقعدي تفردي كده اكتر فيها وتكون طبعا على يعني رخامه اوسع كمان من بتاعتي هتقدري ان انت تتحكمي اكتر. بصوا فظيعه بجد، فظيعه فظيعه. وطريه جدا زي ما انتم شايفين كده من جوه ومن بره مقرمشه حاجه كده يعني خيال. جربوها هتعجبكم جدا. بصوا عامله ازاي. بس انا طبعا سخنه مش عارفه اوريكم كل حاجه. بصوا منظر ومستويه طبعا بجد تحفه بجد يعني. انا عن نفسي بقى بحب اكل الفطير بالعسل على طول، ما بعرفش اكله بجبنه الاول وبعد كده بقى اقول العسل احل بيه كده، ما بعرفش. في ناس بتحبه بالجبنه الرومي، انا ما اعرفش. انا احب اكله كده فطير بالعسل بس، بيبقى تحفه بصراحه تحفه. بصوا هنا بوريكم من جوه بجد تحفه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا، وجربوا طريقه الفرد دي هتعجبكم. وطبعا استعملوا الدقيق اللي انا قلت لكم عليه، الاهرام او ريحانه. حلوه قوي الاتنين دول في الفطير بصراحه اللي انا جربتهم. اشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.